بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس الأوبن شيفت، وإن شاء الله هنكمل مع بعض في رحلتنا في كورس الأوبن شيفت. والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن السيكريتس وعن الكونفيج ماب، وقلنا إن احنا ممكن نستخدم السيكريت والكونفيج ماب إن احنا ننجكت بيهم environment variables أو ننجكت بيهم الكونفيج داتا جوه البود بتاعنا أو جوه الابليكيشن بتاعنا. طيب النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الاستورج بقى في الكوبرنيتس بتمشي ازاي، او ازاي نقدر نتحكم في الاستورج في الكوبرنيتس. طيب خلينا بما ان الكوبرنيتس هو اوركستريتور للكونتينرز، فتعالى نفتكر الكونتينرز كان الاستورج فيها عاملة ازاي. الاستورج كانت في الكونتينرز حاجة اسمها ephemeral storage. لو نفتكر كان عندنا الكونتينر ايمج، كنا بنستخدم الكونتينر ايمج دي تكون read only layer بتستخدم لأكتر من كونتينر، نقدر نقوم بيها أكتر من كونتينر. ولما كنا بنقول له دوكر رن عشان نقوم الكونتينر، كان بيروح الدوكر انجن أو الكونتينر انجن يكريت كونتينر لاير. اللاير دي بنقدر نتحكم فيها أو نقدر نعدل فيها. طيب كان الداتا أو الموديفيكيشنز اللي احنا بنعملها على الكونتينر لاير دي كانت بتبقى حاجة اسمها ephemeral storage أو ephemeral data. وانس ان احنا نروح نعمل ديليت للكونتينر ده، كان كل الداتا اللي جوه الكونتينر بتروح. فكان الحل ايه؟ كان الحل ان احنا بنأتاتش فوليوم للكونتينر بتاعنا، كان عن طريق ان احنا واحنا بنقول له دوكر رن كنا بنقول له دوكر رن داش في ونديله الباس بتاع الفوليوم اللي احنا عايزين نأتاتشه للكونتينر بتاعنا. طيب نفس الكلام ده بالظبط بيحصل في الكوبرنيتس، ان احنا نقدر نضيف للكوبرنيتس بتاعنا فوليومز او ناتاتش فوليومز للكوبرنيتس كلاستر او للابليكيشن اللي قايم على الكوبرنيتس كلاستر بتاعنا، زي ما عملنا المرة اللي فاتت وعملنا اتاتش للسيكريتس او الكونفيج مابس از فوليومز للابليكيشن بتاعنا. وكمان ان احنا نقدر نستخدم اكتر من نوع او اكتر من طيب للفوليومز دي. ممكن تكون لوكال ديسك، ممكن تكون ايس كوزي، ممكن تكون هوست باس او دايركتوري على الهوست اللي احنا عليه. بس ده مش ريكومندد في البرودكشن. ليه؟ لان احنا عايزين كوبرنيتس اوبجكت نقدر نتحكم فيه والكوبرنيتس يقدر يتحكم فيه. طيب ايه هو الاوبجكت اللي جوه الكوبرنيتس اللي بيتحكم في الاستورج، او ايه هو حجر الاساس للستورج بتاعتنا؟ بيكون حاجة اسمها البي في او البرزيستنت فوليوم. البرزيستنت فوليوم ده بيكون عبارة عن فوليومز ليها باك اندز مختلفة، وهنعرف التايبس بتاعتها والباك اندز بتاعتها. بس هي فوليومز مهمتها ان هي تريبريزنت الاكتوال ستورج اللي موجودة عندنا في الكلاستر. البرزيستنس فوليومز او البي فيز دي بتكون كرييتد عن طريق الادمنز او عن طريق الكلاستر ادمن، وبتكون كلاستر وايد، يعني بتكون على مستوى الكلاستر كله، مش بتكون محددة بنيم سبيس او بروجكت معين. وزي ما قلنا هي represent الاكتوال ستورج اللي موجودة عندي في الكلاستر. وممكن ان احنا نروح نقسم او ندي بروفايلز للبرزيستنس فوليومز بتاعتنا دي بحاجة اسمها storage classes، والستورج classes دي ان شاء الله هناخدها الحلقة الجاية مع بعض. طيب الستورج classes دي يعني خلينا عارفين ان هي كأننا بنعمل بروفايلز للستورج بتاعتنا. مثلا لو انا عندي باك اند في ايس كوزي، فهنعمل بروفايل للايس كوزي باك اند. عندي باك اند تاني هو NFS شيرز، فهنعمل بروفايل للNFS شيرز. فتحاول تماب ان الستورج كلاس يعتبر هو البروفايلز بتاعت الفوليومز بتاعتنا. بتتقسم بقى على حسب الاكسس مود، على حسب السايز، على حسب الباك اند. هنفهمها مع بعض ان شاء الله الحلقة الجاية. طيب الموضوع بيمشي ازاي؟ ان الادمن بيروح يكريت البرزيستنس فوليومز، وبعدين بيجي اليوزر او الديفلوبر جوه النيم سبيس بتاعه بيكريت حاجه اسمها BVC او بيرزيستنت فوليوم كليم. مهمه الكليم دي ايه؟ ان هي هو ريكويست من اليوزر ان هو بيطلب ان هو يكليم ستورج معينه. فبيجي الاوبن شيفت يعمل ايه؟ بيجي الاوبن شيفت او الكوبرنيتس انجن في الباك اند يبتدي يماتش الكليم او الطلب بتاع الاستورج ده مع واحد من البي فيز اللي موجودين عنده.
على حسب إيه؟ على حسب الستورج والسايز اللي هو مطلوب في البي في، فلازم هيماتشهم مع بعض على حسب حاجة اسمها الأكسس مود، وهنعرف مع بعض إيه هي الأكسس مود. على حسب برضو الستورج كلاس، لو هم محطوطين في بروفايل معين فهيبتدي إن هو يماتشهم مع بعض. طيب وده خلى اليوزر مش فارق معاه هو ايه الباك اند بتاع البي فيز، هو اليوزر كل مهمته ان هو يطلب الاستورج جوه النيم سبيس بتاعه او جوه الابلكيشن بتاعه، ومهمة الكوبرنيتس او مهمة الاوبن شيفت ان هو يروح يماتش الكليم ده مع البي في ويبايند بين البرزيستنت فوليوم والبرزيستنت فوليوم كليم اللي اليوزر طلبه. بعد كده بعد ما اليوزر بيبقى عنده الكليم ويلاقي ان الحالة بتاعت الكليم ان هي بيكون اسمها باوند، معنى باوند دي ان خلاص في بايندنج حاصل بين البي في والبي في سي، فيبتدي اليوزر يعمل لها ماونت جوه الابلكيشن بتاعه. وزي ما قلنا هي البي في سي دي نيم سبيس اوبجكت، فممكن يوزر تاني يكريت بي في سي تانية جوه نيم سبيس مختلف ويطلب بيها برضو ان هو يكليم ستورج على نيم سبيس تاني خالص. طيب خلينا نكمل مع بعض وتعالى نعرف ايه الانواع المختلفة للبرزيستنت فوليومز. اول نوع معانا هو حاجة اسمها الكونتينر ستورج انترفيس. لو نفتكر ان احنا كان عندنا حاجة بتمانج النتورك اسمها السي ان اي او الكونتينر نتورك انترفيس، ودي كانت بلجنز بتكون ستاندرد مهمتها ان هي تمانج النتورك. فنفس الكلام للستورج، بيكون عندنا اوبشن ان احنا يكون عندنا ستاندرد للكونتينر ستورج انترفيسز، تكون بلجنز ستاندرد تمانج الستورج عندنا وتمانج الباك اندز المختلفة، ان احنا نقدر ناتاتش مالتيبل اوف باك اندز. مثلا لو احنا عندنا ستورج زي نت اب، عندنا ستورج زي البيور ستورج، او عندنا ديل ستورج، على حسب بقى نوع الستورج اللي موجود عندنا في الباك اند. هيكون عندنا بلجن ماشي على الستاندرد بتاع السي اس اي، والبلجن دي تقدر تنتجريت مع الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا. ممكن نستخدم هوست باس، وده بيكون دايركتوري على الهوست بتاعنا. ممكن نستخدم لوكال ديسك موجود عندنا على برضو الهوست بتاعنا. ممكن نستخدم NFS share ايسكازي او فايبر تشانل، او حتى لو كلاود ستورج مثلا لو على AWS APS او GCP persistent disk. طيب تعالى نعرف مع بعض هي ايه الاكسس مودز اللي نقدر نستخدمها مع البرزيستنس فوليومز بتاعتنا. الاكسس مودز بتحدد الطريقة اللي احنا نقدر نماونت بيها الفوليومز بتاعتنا للابليكيشن. فاول اكسس مود عندنا هو الريد رايت وانز، ان احنا نقدر نماونت الفوليوم بتاعنا على بود واحد بس او ابليكيشن واحد بس ونود واحدة، وما نقدرش نعمل له ماونت على اكتر من نود او اكتر من بود، وده بيكون سبورتد لكل الفوليوم تايبس. الاكسس مود اللي بعد كده اللي عندنا اللي هو ريد رايت ميني، ان احنا نقدر نعمل للفوليوم بتاعنا ماونت بريد ورايت بيرميشن على مالتيبل اوف نودز، ان هم كلهم يقدروا يعملوا ريد ورايت ليه في نفس الوقت، وده بيكون سبورتد بال NFS بس. والنوع التالت عندنا ان احنا نقدر نعمل read only بس على اكتر من بود او على اكتر من نود، اسمه read only mini، وده بيكون supported بالايسكازي والNFS. طب في حاجة كمان اسمها البي في مودز، والبي في مودز دي بتحدد واحنا بنماونت الفوليوم ده بنماونته as a raw disk ولا as a file system. لو احنا بنماونته as a block mode ده بيعتبر ان الفوليوم اللي احنا بنديهوله ده as a raw disk، وده بيكون احسن للابليكيشن زي الداتابيزز اللي بتحتاج performance عالي، فبتحتاج raw disks تبقى attached عليها ومعلهاش فايل سيستم. المود التاني ان احنا بنأتاتش فايل سيستم. بنأتاتش فايل سيستم يعني كأننا بنعمل ماونت الدايركتوري جوه البود بتاعنا على ماونت باس، ودي بتكون هي الديفولت مود بتاعنا، ونستخدم معاها يا اما الهوست باس يا اما ال NFS. طيب معلش انا عارف ان السلايد دي دسمة شوية وفيها شوية معلومات كتيرة، بس خلينا ناخد حاجة أخيرة مع بعض، وهي حاجة اسمها الريكليم بوليسي. طب ايه اللي هيحصل لما هنروح نديليت
البود اللي واصل أو الابلكيشن بتاعنا اللي واصل عليه البرزيستنت فوليوم. فبيكون عندنا حاجة اسمها الريكليم بوليسي. أول حاجة اسمها الريتين، إن عندنا إن وانس ما احنا نروح نديليت البي في سي أو الكليم اللي احنا كنا طالبين بيه الستورج، أو كان الديفلوبر طالب بيه الستورج ويقول له بي في سي ديليت، دلوقتي البي في عندنا هيتحول لحالة اسمها حالة الريليزد، بس هيفضل untouched، هيفضل الداتا موجودة فيه، هيفضل البي في موجود. فاحنا نقدر يا اما مانوالي نروح نسحب منه الداتا، نروح نعمل له ديليت مانوالي بقى لو احنا عايزين نعمل له ديليت، يا اما نقدر نستخدمه نعمل له اتاتش مانوالي البي في سي تاني جديد عشان نستخدمه مثلا في ابلكيشن جديد. يا اما الحالة التانية في الريكليم بوليسي وهي الديليت، ودي بتكون الديفولت، بحيث ان احنا مجرد ما هنقول ديليت للبي في سي فهنلاقي عندنا البي في هيتعمل له ديليت، وكمان لو في باك اند ستورج بيتكريت عليها ستورج مخصصة للبي في ده في الانتجريشن. مثلا لو احنا الانتجريشن بتاعنا مع AWS APS وكان هو ده الباك اند بتاعنا، فهنروح هنلاقي ان الاي بي اس اللي كان موجود على الستورج او على الباك اند ده كمان اتعمل له ديليت واتمسح اوتوماتيك. طب تعالى نشوف مع بعض ازاي بقى نكريت البي في والبي في سي على الاوبن شيفت. فأولا لو هنشتغل بديكلاراتيف واي او هنكريت definition فايل، فهيكون عندنا ال API version 1 والكلاينت طبعا persistent volume، والميتا داتا بتاعتنا هنحط فيها الاسم والسبيك بعد كده بتاعتنا. السبيك هنا بيكون فيها الكاباسيتي، احنا محتاج السبيك هنا بيكون فيها الكاباسيتي، البرسيستنت فوليوم بتاعنا ده قد ايه، الاكسس مود بتاعه، التايب او الفوليوم مود سواء فايل سيستم او بلوك، ريكليم بوليسي سواء كانت ريتين او ديليت، وبنقول له بنحدد له التايب بتاعه سواء بقى كان هوست باس لوكال او ايا كان. يعني مثلا هنا عندنا في المثال ده هو هوست باس، والباس بتاعه عندنا او الدايركتوري اللي هو هيماونت فيه الداتا من الهوست بتاعنا اللي هو /temp/bv1. وهنا قايل له الستورج كلاس مانيوال، وهنستخدم الستورج كلاس دي عشان بس نعمل بايندنج بين البي في بتاعنا والبي في سي اللي هنكريته بعد كده. بعد كده هنقول له اوسي كرييت او اوسي ابلاي داش اف، ونديله الديفينيشن فايل بتاع البي في. بعد كده بيروح اليوزر او الديفلوبر من جوه النيم سبيس بتاعه يكريت بي في سي. فالبي في سي وهو بيكريتها طبعا الكايند بتاعها بيختلف، بيبقى persistent volume claim. وفي الميتا داتا اليوزر ممكن يحدد النيم سبيس بتاعه، لان زي ما قلنا البي في سي هي نيم سبيس اوبجكت، يعني لازم تتكرر جوه بروجكت او جوه نيم سبيس. يا اما لو اليوزر ما قالش النيم سبيس وانس وهو بيكريت البي في سي بتاعه بيتكريت جوه النيم سبيس اللي شغال فيه او الكرنت نيم سبيس اللي شغال عليه اليوزر بتاعنا. بعد كده في السبيكس لازم يكون الاكسس مود متوافق او بيماتش الاكسس مود بتاع البي في اللي احنا عايزين نماتش عليه. كمان الفوليوم مود بيكون لازم الاتنين متوافقين وبيماتشوا على بعض. والستورج كلاس هنا برضو بنستخدمها عشان عملية الماتشنج. بس في حاجة هنا، ان احنا هنا انا حاطط ان الستورج في الفوليوم كليم 2 جيجا، واحنا كان الستورج هنا 5 جيجا. طب الفرق ده في الستورج، البي في عندنا هيكون 5 جيجا بس الكليم اللي مطلوب 2 جيجا، فهل ده هيقدر يماتش عليه؟ يقدر يماتش عليه، لان بالنسبة للكليم يقدر يماتش او يبايند على بي في اكبر منه، لكن العكس ما يحصلش. يعني لو الكليم طالبة مثلا 10 جيجا والبي في اللي موجود 5 جيجا بس، مش هيقدر يماتش. لكن لو العكس حاصل زي في الحالة بتاعتنا دي، ان احنا في الكليم طالبين 2 جيجا بس والبي في 5 جيجا، فالماتشنج هيحصل وهيحصل بايندنج بين البي في سي والبي في. بعد كده هنقول له اوسي كرييت للبي في سي
بعد ما كريتنا البي في سي نقدر نروح نماونت الكلام ده على البوت بتاعنا عن طريق ان احنا بنروح جوه البوت بتاعنا نقول له الفوليومز ونديله اسم الفوليوم ونوع الفوليوم اللي هيتعمل له ماونت على البوت، وهنا قايلين له ان هو persistent volume claim وادينا له اسم ال persistent volume، وبنيجي في الفوليوم ماونتس ونقول له الماونت باس اللي هيماونت فيه الفوليوم كليم بتاعنا. يا اما الطريقة التانية وهي الامبيراتيف واي، وان هي عن طريق الكوماند ان احنا نقول له OC set volumes ونقول له على اسم الابلكيشن بتاعنا او الديبلويمنت بتاعتنا ونقول له add ل persistent volume claim type ونديله اسم الكليم والماونت باس برضو. طيب تعالى كده مع بعض سريعا نروح نشوف ديمو نكريت بي في وبي في سي على الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا ونحاول نعمل له اتاتش على الابلكيشن اللي موجود عندنا. طيب انا عملت كرييت لبروجكت جديد اسمه البي في تيست، وجوه البروجكت ده تعالى نقول له كرييت لديبلويمنت جديدة اسمها بي في تيست برضو. تعالى كده نقول له اوسي جيت بودز. طيب لحد ما الديبلويمنت بتاعتنا تقوم تعالى نكريت بي في، فانا هنا تعالى نشوف بي في، فتعالى هنا نروح نكريت البي في ده وناخد الكونفيجريشن بتاعت البي في شبه اللي كان موجود عندنا في المثال في السلايدز، ونقول له OC create -f pv test، نقول له OC get pv، فهنلاقي عندنا البي في بتاعنا اللي هو تيست بي في اتعمل له creation، الاكسس مود بتاعته read write once، والكباستي بتاعته 5 جيجا، الريكليم بوليسي بتاعته retain، والحالة بتاعته ان هو available. تعالى كده نشوف البي في سي ونكريت بي في سي، فعندنا البي في سي هنا طالبينها هتكون 2 جيجا، فتعالى نقول له OC create PVC dash test ونقول له OC get PVC. لقينا عندنا ال PVC اتكريتت والستاتس بتاعتها هنا باوند. طب تعالى نرجع نبص على ال PV تاني، تعالى نقول له OC get PV، فهلاقينا هنا الستاتس بتاعت البي في بتاعتنا اتحولت من available لباوند. باوند دي معناها ان في حاصل بايندنج بين البي في ده وبي في سي او كليم مطلوب من يوزر. طيب عايزين نقول له OC describe البي في اللي هو اسمه test بي في، فنلاقي هنا ان احنا ما عندناش حاجة اسمها نيم سبيس، عشان كده قلنا ان هو لازم لما يتعمل له كرييت يتعمل له كرييت عن طريق الادمن، لان هو بيكون البي فيز بتتكريت على مستوى الكلاستر بتاعنا كله. لكن لو حاولنا نشوف ديسكرايب للبي في سي فهنلاقي عندنا البي في سي بتاعنا متحدد بنيم سبيس، وهو بيكون نيم سبيس او بروجكتد اوبجكت. تعال نشوف الديبلويمنت بتاعتنا اشتغلت OC get بودز، نشوف البودز اللي جوه الديبلويمنت، البود شغال تمام. فتعالى كده نقول له OC get deployment عفوا داش او يعمل، فمش هنلاقي عندنا هنا في الديبلويمنت دي اي فوليومز معمول لها ماونت جوه الديبلويمنت بتاعتنا.
فتعالى نضيف الفوليوم للديبلويمنت بتاعتنا، فهنقول له OC set volumes ونقول له add ونديله اسم الديبلويمنت بتاعتنا ونديله اسم الكليم نيم والماونت باس اللي احنا عايزين نماونته جوه البوت بتاعنا. وتعالى نبص على الديبلويمنت تاني، فهنلاقي عندنا هنا اتضاف الفوليومز، والفوليوم عبارة عن BVC أو Persistent Volume Claim، وده اسم الكليم بتاعنا. وهنلاقي هنا عندنا في الماونت أو الفوليوم ماونتس الماونت باس بتاعنا. طب تعالى نتأكد إن اتعمل الماونت للفوليوم ده على البوت بتاعنا، فهنقول له OC get bots ونقول له OC remote shell وندخل جوه البوت بتاعنا. تعالى نقول له cd/temp نقول له ls. هنلاقي عندنا test1، وتست 1 ده هو الفوليوم اللي احنا قلنا له يعمل ماونت ليه. كده نبقى عرفنا ايه هو البرزيستنت فوليوم، وعرفنا ايه هو البرزيستنت فوليوم كليم، وعرفنا ازاي نمانج ونماونت persistent storage للأوبن شيفت كلاستر بتاعنا. ان شاء الله المرة الجاية هنعرف ازاي نكريت بقى البرزيستنت فوليوم ده اوتوماتيكلي عن طريق استخدام الستورج كلاسز، وايه هي الستورج كلاسز بالظبط. اشوفكم على خير المرة الجاية، واتمنى لو الفيديو عجبك ان انت تعمل له لايك وشير عشان نقدر نفيد اكبر عدد ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.